اختي لاباس بخير؟ لاباس سي مصطفى، لاباس عليك؟ الله يحفظك، بارك الله فيك. مرحبا اختي، شنو السمية ديالك؟ سميتي كوثر. مرحبا اختي كوثر. مرحبا بك سمية اخويا. شنو المشكل اللي عندك اختي كوثر؟ مشكل عندي السحر. شنو الاعراض اللي عندك باش عرفتي عندك السحر؟ شكون اللي قال لك؟ لقيتو شفتو. واخا لقيتي السحر في الدار ولا في شي بلاصه اخرى، ولا دلك عليه شي واحد، ولا انت اللي لا، لقيتيه مثلا؟ السيد اللي مزوجه به هو اللي كيسحر ليا، ولقيت داكشي في التليفون، ولقيت صاوري وبزاف د الحوايج، ويني انا اصلا حاليا مريضه. دابا هذا اختي ملي كنقولوا سحر الاقارب، بمعنى سحر الزوج واخا يكون طلقك ولا مازال، ولا سحر العائله، العمه، الخاله، الجده ولا كذا، يسمى سحر الاقارب والارحام، يكون اشد قوه. بمعنى صاحب هذا السحر كيكون كيتعذب بزاف. اه، لا شك انك غتكوني كتعذبي بزاف. مريضه بزاف والله القسم، كيتسمى سحر مده الانتقام، طويله راه دابا، ماشي مده طويله. واخا تقدري تحكي لنا القصه ديالك ماشي مشكل، باش نقدر نعاونك بشي حاجه ولا نساعدك، ماشي مشكل. انا احتراما لك، كيما قلت لك ديري الكاميرا، كاين اللي ما عندوش مشكل، كاين اللي عنده مشكل، وكاين انت من الاحسن ما ديريهاش. شكرا، انا الله يخليك. من الاحسن ما ديريهاش، نظرا باش ما تعرفيش. نتمنى من الله ما يكونش متبعك شي شخص اللي غيوصل الاخبار ديالك لهاد الطليق ديالك، والله اعلم واش باقي هو طلقك ولا باقي مزوج بك. لا، مازالي. مازالين مزوجين وكيسحر ليك. اه، امر خطير هذا جدا. بزاف، والسحر الاسود ماشي زعما شي. ولكن شنو الدافع دابا اختي كوثر، ملي كنتكلموا على الزواج الله يرضي عليك، راه كنتكلموا على واحد السيد اللي خديناه بقناعه، وكنتكلموا على واحد الايه من ايات الله تبارك وتعالى اختي كوثر، لكن شنو السبب اللي خلى تشعل بيناتكم نار السحر ما وانت عرفتش، باقا هو معاه؟ ما كيامنش بالله، فهمتي؟ هو ما كيامنش بهذا الشيء. كيامنوا هما بالسحر اكثر ما كيامنوا انا اللي عارف، الزوج امتى كيسحر لمراته؟ كيسحر ليها الا كان مثلا خارجه على الطوع ديالو، الا كانت مثلا هذه المراه في النظر ديالو انها راه ما طيعاش، اه، او فهمت. انه كيسحر ليها مثلا من اجل مثلا ما لقاش كيفاش يطلقها وباغي يطلق منها. أمم. يعني ما عرفتش انا السبب علاش هذا الراجل هذا انت معاه وراه سحر ليك، ما عرفتش علاش، تقدر تقولي لنا علاش؟ يمكن فريق السن، فهمتي؟ خايف شي نهار نخليه بحال هكا كيقول عقلو شنو كيقول ليه دابا يعني هو انا. اكبر منك، هو راجل؟ كبر مني. اكبر منك دابا 3 سنين ونص ديال الزواج. 3 سنين ونص، هو اكبر منك سنان. شحال الفرق ديال السن بيناتكم تقريبا؟ بزاف. تقريبا شحال؟ تقريبا 20 سنه. لا، بزاف. ودابا اش غنقول لك، العيشه مع الساحر الامر ديالها صعيب، انت كتقولي زوجي بزاف والله، سحر لي. كتطلع ليا المغرب صافي ما كنعش. كنشرب الدويات ديال النعاس، والو النعاس. نعاس والو. ولكن علاش مثلا هو عارفك بالله، عرفتيه راه كيسحر لك، عرفني بلي عارفك؟ عرفت. وشنو كانت ردة الفعل ديالو؟ ديجا شحال هادي واجهتو، قلت له علاش كدير هادشي وحرام عليك، راه كتمرضني، وكنشوف بزاف ديال الحوايج بالليل وانت هادشي راه ما كتشوفوش. وانا داكشي كنشوفو غير صدفه، فهمتي؟ باش كنلقى داك السحر داكشي عنده في التليفون غير صدفه. قال لي ما نعاودش ندير لك كتلقاي في هادشي. التليفون مثلا عنده محادثه مع شي مشعوذ محدد، ولا مع صيفط هادوك الناس رساله؟ اللي كيخدموا. اه، يعني هذا ربما كيبغي يخدم لك غير المحبه، غير سحر المحبه. بزاف على السحر المحبه، فهمتي؟ هو لا كيقول لهم. شوفي، السحر الاسود بوحدو، السحر الاسود هو ديال الانتقام. باش نوضح لك، اي واحد عنده السحر الاسود هو نسال الله السلامه والعافيه كيكون شاد الفراش، الى اثر فيه هذاك السحر، لان الله كيقول وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. الى اثر فيه هذاك السحر راه كيكون طريح الفراش. والسحر الاسود مثلا دار من اجل تعطيل يعني العمل، راه الانسان فعلا كيريح من العمل. الى دار من اجل الفقر، راه الانسان فعلا يتحول من الغنى، كيكون غني وكيصبح فقير. يعني انت ربما راه ماشي ديال لك السحر الاسود هذا، هذا غير كما قلتي انت الفارق ديال السن وعده امور، دار لك وليني سحر انا المحبه. نقاطعك واسمح لي. وليني انا داكشي اللي شفت يعني، اللي كيطبق هو عليهم باش يديروه ليا. حتى من عائلتي ما بقيتش كندوي، فهمتي؟
فارق يعني لي بغا قال لي يبعدك على تبقى العائله بوحدها، ديالك. فهمت فهمت تبقى فهمت. بوحدها، ما تبقاش تخرج، ما تبقاش تهضر مع الناس، ما حتى حاجه، تبقى بوحدها، واللي قلتها لا انا هي اللي ديرها، فهمتي؟ دابا اختي كوثر، ولاني عندك واخا مع تكون وليدات؟ محبه راه كيكون مرض، عندك فهمتي؟ مع، نعم نعم، عرفت. كيكون الاثر ديال سحر المحبه. اه السحر هو غير سحر. شوفي، السحر كيبقى ديما سحر، كيبقى سحر. سواء السحر كان للمنفعه او للمضره، كيبقى ديما سحر. شنو الاعراض اه اللي ولات عندك؟ شنو الاحلام اللي كتجيك بصفه متكرره؟ قولي الاحلام اللي كتجيك بصفه متكرره. بعض الاحلام المرات كنكون برفقات. بحال هكا غير فايقه هكا وكنشوف الحيوانات حدايا، فهمتي؟ يعني في اليقظه ماشي في الحلم. ماشي في الحلم اصلا ما كنعش باش نشوف راسي ديما خدام، العقل ديما ما كاينش. عقلك ورجليا ديما كيبقاو يحركوني، والكتف ديالي اليمين ديما، وكنشوف هكا شي حوايج مباشره. كتشوفيهم مباشره، يعني في اليقظه ماشي في الحلم. لا. وفعلا كان الاثر ديال السحر مع العائله ديالك، يعني بديتي كتبعدي من العائله ديالك. صافي انا انا كانت عندي علاقه مع اختي، وواحد العلاقه اللي بزاف، هي ووليداتها صغيورين مهم. وكنبغيهم بزاف لواحد الدرجه ما تصورلكش على بالك. ولقيتهم صيفط هذوك الناس اللي كيخدموا التصاور ديال الوليدات الصغار، وعام دابا انا ما كنهضرش انا واختي، وما كنهضرش مع ولادها، وما بقيتش باغا نهضر مع حتى واحد. يعني دار لك من ضمن الاسحار اللي دار لك حتى صافي السحر ديال ناس كاملين ما تربيه صافي. الاسره، يعني شتك مع العائله ديالك. بزاف لواحد الدرجه ما تصورلكش على بالك. وهانتوما الاخوان شوفوا سبحان الله. العقل، الله تبارك وتعالى ميز العقل البشري. العقل البشري ميز الله تبارك وتعالى على عقل ديال الجن وعلى العقل ديال سائر المخلوقات، الا عقل الملائكه. لما يلتجئ الزوج الشكوك والظن السوء ويبعد واحد الزوجه ديالو، راه الزوجه ديالك بالعكس خاصك انت تعاونها باش تحيي صله الرحم. الزوجه ديالك خاصك انت تكون واحد مفتاح ديال الخير ليها. الا كانت قاطعه صله الرحم، هذا راه، شوفي، هذا راه بعدا ينتظره من الله حساب عسير. عرفتي الوليد عنده عام الوليد لقيته مصيفط تصاور لديك السيده اللي كتخدم، يعني اجنبيه ماشي تا ولدك مغربيه. عنده عام ياك؟ الوليد صغير. ولدك الصغير عنده لا عام؟ ماشي ولدي انا، قلت لك ولد اختي اللي كنت انايا بحال ولدي، يعني فهمتي؟ سحر حتى لولد اختك، داز به هذاك السحر حتى. الوليد فرقني عليه، تصور دابا انا عام وهذاك الولد ما كانش، ما بقيتش، كان حدايا قريب ليا الدار، حدا الدار في المغرب، ما كنمشيش لعندهم، ما كان. يعني انت من الجاليه، هو تا هو عايش معاك ياك؟ فين عايشين هو نتوما؟ اجنبي. هو اجنبي. الاصل ديالو منين هو مثلا؟ الاصل ديالو فين زايد هو وكابر؟ واش عربي او غير عربي؟ لا ماشي عربي، اجنبي. عربي يعني على غير دين الاسلام. لا. ايوا راه شنو نقول لك، على الظاهر الله اعلم، هذا راه ماشي زواج، هذا راه عذاب، راه قطعه من راه العذاب. عذاب ماشي زواج، عذاب كثر ما كتصور. راه شوفي، الزواج هو الراحه والسكينه والطمانينه، الزوج يكمل الزوجه، لا الزوج يكمل الزوج. كايناش راحه ولكن ليها. لما يلتجئ الانسان السحر وانتيا مغربه تما وتلجأ لك السحر، يقدر شوفي انا يشوف، نعطيك. يدير اه شي حوايج اللي ما يتصورولكش على بالك، وكيعطي انا الناس فهمت فلوس صحيح، الموضوع ماشي جدا. زعما لا شوفي، هو فلوس السحر عمره كان صحيح. رخيص الثمن. السحر. لا هما كيطلبوا له ثمن، فهمتي؟ فهمتك. دابا وماشي شوفي كيخدم انا. غير عند ناس وحدين ولا بزاف ديال الناس، فهمتي؟ مم. انا اللي غنقدر بزاف. نفعك به، اللي غادي نقدر نفعك به وغادي نقدر نعاونك به، غادي الله نعطيك واحد يعينك. البرنامج غديريه. وهذا البرنامج ماشي غير ليك، لاي واحد حاليا راه كيتفرج فيا. اي واحد خايف من السحر وخايف من العين وخايف من الجنون وخايف من المصائب وخايف من الكوارث، اول حاجه غادي ديرها، هذا البرنامج اللي غادي نقول هو برنامج قوي 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 جدا. برنامج، شوف، غادي تقول الساحر راك ما غاديش تضرني باذن الله. كما الاخت كوثر عايشه مع السحار، اش غنقول لها تفارقي معاه؟ ما يمكنش انا نقول لها تفارقي معاه، وما يمكنش نقول لها بقي معاه، هي غتعرف المصلحه ديالها فين كاينه. لكن باش غادي نقدر ننفعها وننفع اي وحده واي واحد له نفس التجربه اللي كتمر منها الاخت ديالنا كوثر، اول حاجه بعدا البرنامج اللي غادي نعطيك ما غاديش يصدق لك الا كنتي ما كتصليش. كنصلي والله وما كنحيدش القران ديما في بيتي،
وديما كنتبخر غير بورقه سيدنا موسى واللبن. الذكر هو اللي عندي حاليا. فهمتي؟ البخور غادي نعطيك بخور زوين، ورقة سيدنا موسى أو لبن هي اللي الذكر عندي. هما أنواع من أنواع البخور، له اختصاصات أخرى. اه أنت خاصك واحد البخور، أنا غادي نقول لك البخور اللي غادي يخصك، غادي نعطيك برنامج فيه علاج داخلي وعلاج خارجي وعلاج حتى البيت، لأن أي واحد عنده السحر حتى البيت ديالو تا هو كيتصاب بالسحر وكيعيشوا معاك في حنون. غادي نقاطعك، واسمح لي. دابا مم. المشكل ديالي انا، هذا البيت هذا ديالي اللي كنعس فيه، مم. هما كانوا جاو خدموا ليا فيه، فهمتي؟ جاو داروا لك فيه السحر، يعني أنت ما خدموا كنتيش لي، ولا كنتي؟ خدموا ليا، وعرفتي تصور ما كنرتاحش. نقدر نشرب 6 الكينات ديال النعاس ولا 7 وما نعش سيمانه ولا اسبوع فيك ولا نعس الأرق، دقيقه. ولا فيك الأرق ياك؟ ما كنعش. لا، الدماغ ديالي صافي مريضه بزاف، تبدلت، انا ما بقيتش كما كنت. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رجليا فعلا. ولاو فاشلين عليا. تصور عندي 29 عام بحال اللي عندي 100 عام، صافي تبدلت بزاف. قبل ما نعطيك البرنامج، واش عرفتوا سبب المشاكل اللي كنعيشوا فيها من جفاف ومن انتشار الأمراض انتشرت، نسأل الله السلامة والعافية. هو هاد الشر ديال السحر اللي انتشر بين الناس، مني كنوليو نسمعوا وإن كان الزوج على غير دين الإسلام، مني كيتزوج راه تقدر الزوجة ديالو تدخلوا الإسلام ويقدر عدة أشياء، لكن مني كنسمعوا الزوج كيسحر للزوجة وقالت لينا راه سحر لدري صغير، سحر لدري صغير ياك؟ سحال لاختي وسحال لدري صغير، كاع الناس اللي غيكونوا قراب ليا، فهمتي؟ عندي واحد غير السؤال اديهم باش ما بالسحر. ننساش، عندي واحد السؤال اللي غادي يكون ربما في عقل اي واحد. واش هذاك الدري الصغير ولا مسكين كيتشكى من شي حاجه؟ ما عرفتش انا. هذه راه اختي، فهمتي؟ كنقول لك اختي. الاخت المهم ديالك انا من الناحيه طلعتي ديالي مع انا الصله؟ صافي قطعت معاهم، فهمتي؟ راه قلت لك انا، راه كان اكثر من ولدي اللي غنولد هذاك الوليد. لا حول ولا قوه الا وانا بالله. هادشي زعما شفتو بعينيا، ماشي قال لي شي واحد. طيب اختي كوثر، تصنتي لي البرنامج، الحمد لله راكي كتصلي، باش نخليو الحمد فرصه لله. للناس اخرين. تصنتي لي نعطيك واحد البرنامج قوي غتبدايه من اليوم. شحال عندك الساعه دابا؟ عندي على التوقيت ديالكم، على المغرب انا. 10 و12 دقيقه. اه هذا البرنامج بغيتك ديريه قبل من 11 ديال الليل. ان شاء الله. تصنتي لي مزيان، اه واي واحد عنده نفس المشكل ديال كوثر يتصنت ليا مزيان. شوف غتلقاي، اقسم بالله العلي العظيم الا غتلقاي واحد التحسن وواحد الراحه كبيره، الحمد لله. وغتلاحظيها من اول ليله هذه، غتلاحظيها ان شاء الله. صمتي ليا. الماء، غتاخدي الماء، غتكوني على وضوء وغتلتجئي للقبله، تكوني على وضوء وغتلتجئي للقبله، وقبل كل شيء غتصلي 2 ركعات لله تبارك وتعالى. عرفتي 2 ركعات ديالاش؟ اه 2 ركعات ديال الشكر لله تبارك وتعالى انك باقا كتمشي على رجليك وباقا كتاكلي وانت وسط السحار. الحمد انت لله. عايشه مع السحار، عايشه مع السحار ياك، نقول لك واحد وباقا الحاجه، كتاكل غادي الخبز. نقاطعك ونقول لك واحد الحاجه. اقسم بالله، مم. تصور الا داتني غير بعد معاناه باش نعس، داتني غير غميضه ديالي شويه نعس، كنفيق مم. فرحانه، كنبقى نحمد الله ونشكرو. شوفي كان غادا ما تنعسي. تينفعش بلي نعست. مم. غادا تنعسي، تصنتي دابا غتسالي معايا، غتقطعي، اه ما تبقايش تتبع اللايف، غير سيري وديري البرنامج دابا غديريه، واخا. وباغي غير دعاء ديال الخير، ما بغيت حتى الله شي حاجه الله ابدا. يخليك، الله انت يخليك، لي يا اختي، انا درتك اختي، عيطت لي وعندها هذا المشكل، الله يخليك. وهادو اللي كيتفرجوا تا هما خوتي وعندهم نفس المشكل ديالك او مشكل اخر. تصنتوا هاد الوصفه هذه غنعطيها كما نقولوا صالحه لكل مرض روحي، اي مرض روحي صالحه ليه هاد الوصفه. انت بعدا غتصلي 2 ركعات ضروري صليهم هما اه الاولين، تبدا اه يصلي تلتجئي للقبله، غتلتجئي للقبله والماء غتحطيه قدامك هكذا على القبله، وغتقربي القرعه للفم ديالك، اه غتقراي الفاتحه، سوره الفاتحه عارفاها ياك؟ الحمد اه لله رب العالمين، قرايها 7 المرات. قراي آية الكرسي، حافظاها ولا ما حافظاهاش؟ اه آية الكرسي حافظاها؟ حافظاها، قرايها وآية 7 أصلا المرات. القرآن معايا. اه قرايها 7 ديال المرات. اللي ما حافظش آية الكرسي يدير التليفون ويقرا منه الله اه لا إله إلا هو ويقراو، ماشي مشكل. قل هو الله أحد 7 ديال المرات. قل أعوذ برب الفلق 7 ديال المرات. قل أعوذ برب الناس 7 ديال المرات. صنتي ليا الماء غتاخدي واحد الكميه اللي غادا غير تشربي منها، هاد الماء غادا غير تشربي منه علاج داخلي غيعالجك من الداخل.
الماء غيدور غيساعد تنظيف الدوره الدمويه من اثار الاسحار واثار الجن. هذا الماء موراها غتاخدي الزيت، غتكوني موجده داك الزيت، الزيت الزيتون، زيت العود. الا عندك المسك الاسود، الا عندك المسك الاسود في الدار، غديري فيه واحد نقيطات كاس، غديري فيه واحد شويه ديال المسك، ما عندكش غدا سيري خذيه، غديري فيه المسك ان شاء الله وغتقراي عليه حتى هو بوحدو. هادشي اللي قلت لك، آية الكرسي، سورة الفاتحة هي الأولى، آية الكرسي هي الثانية، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الناس، قل يعني قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، سبعة سبعة سبعة. وهذاك الزيت غديريه بحال كتنفخي فيه، تقراي عليه هادشي بحال كتنفخي فيه، وغتخليه، وغتاخدي الماء، الماء ديال العومان اللي غتعومي به. دابا صوبنا الماء ديال الشريب ياك، صوبنا الماء صوبنا الزيت اللي غدهني به. انا نوريك الزيت كيفاش غديري تدهني به. غادي ان شاء الله ندوزو للماء ديال العومان. العومان غتعومي قبل العصر، غتصوبيه وغتعومي 7 ايام، كل نهار غديري ماء جديد، ماء جديد. تصنتي ليا مزيان وطبقي هادشي، وطبقيه من كنطبقو اليوم. تصنتي ليا غتاخدي الكميه اللي غتقدك في الاستحمام مره واحده. على سبيل المثال انا غتقدني هاد 2 اطرو، هاد 2 اطرو شنو غندير فيها؟ غندير فيها 7 الاوراق ديال السدر. قلبي على اوراق السدر، عندي. اوراق السدر عندك؟ عندي. هاد الاشياء اللي غنقول لك ماشي ضروري ديريها، كانت ميسره غديريها، ما كانش راه نافعه بدون هاد الاشياء. لكن الا تزادت عليه هاد الاشياء اللي غنقول غيكون اشد قوه. عندك القسط؟ لا كان عندي خيت كان واحد الراقي قال لي شريهم وخليتهم تما كاين في المغرب، ولكن كاين اللي يجيبهم ليا. واخا المهم انت حنا بغيناك تبداي من اليوم، بداي العومان حتى المره اخرى وديري فيه القسط. غديري فيه ان شاء الله، الا عندك حتى المسك غديري فيه شويه ديال المسك حتى يولي اللون ديالو بحال ما هذا. تصنتي ليا ها هو باش تعرف هادشي نافع، كنصوبو كنعطيه الناس ملي كيجيو عندي كنعطيهم هذا الماء اللي غتصوبي نتيا. واش فهمتي ولا لا؟ ها هو الشيء غيولي اللون ديالو بحال ما هكا، غديري عليه المسك الاسود حتى غيولي اللون ديالو بحال ما هذا. غتعومي قبل العصر، غتعومي قبل العصر. هذيك الكميه ديال الماء غتقراي عليها سوره الفاتحه قلنا 7 المرات، ايه الكرسي 7 المرات، قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس 7 7. يوميا غتصوبي ماء جديد بنفس الطريقه اللي قلت لك. هذا علاج للجسد، الاثر غيحيد من المس، ما غيقدرش على هذاك الماء. المس من غنكبوا عليه هذا الماء هذا ما غاديش يقدر عليه، غادي يخرج، غادي يهرب. ومني كيهرب وكيعاود يرجع كيرجع ضعيف. غنهربوه المره الثانيه وغنهربوه المره الثالثه حتى كيضعف ما كيبقاش. ان شاء الله. فهمتي؟ المس ملي كيخرج وكيعاود يرجع كيلقى صعوبه، كيضعف، ما يبقاش داير الاعراض بزاف. دابا قلنا الماء للشريب، تقطعت لي المكالمه، تقطع لي البث. قلنا الماء للشريب ان شاء الله. قلنا الزيت للدهين، الدهين غدهني 7 ايام، غتاخدي واحد شويه ديال الزيت تقولي بسم الله ودهني اي بلاصه كتضرك، اي بلاصه كتضرك دهنيها. طيب وغتنعسي ان شاء الله، وغتشربي كاس ديال الماء مع الصباح وكاس بالليل. ملي تبغي تنعسي شربي واحد كاس، ومني تفيقي على الصباح غتشربي واحد الكاس. اخر حاجه تدخل الجسد واول حاجه مع الصباح. ان شاء الله يا رب. الامر واضح هنايا. واش ما فهمتي شي حاجه؟ لا انا باقي لي الامر الرابع، سجلته غيبقى عندي دابا صافي. باقي لي الامر الرابع. الامر الرابع للدار فين كتنعسي. واحد البخور غيخصك فيه مكونات. انا غنحاول ما امكن ان المكونات اللي نقولها لك تكون عندك تما، لان بزاف ديال الناس كيتبعوا معايا الرقيه غير في الهاتف، كنقول لهم مكونات كيقول لك راه عندنا، راه كنمشيو للمعشبه كناخذوها من تما. غتحاولي تاخذي السدر، السدر مطحون بودر. غتحاولي تاخذي الفجل، الفجل غتلقيه لان كيداوي الفجل موجود. الفجل والقسط الماده الثالثه المسك الاسود. غتخلطي غير هاد الثلاثه غتلقيهم ان شاء الله تما. الا كان القسط الا صيفط لك شي واحد من المغرب استعمليه. راه كنت شريته وخليته. غيصيفطوه لك ان مطحون شاء الله ولا مطحون. لا غتاخدي مطحون، هادشي كله اللي قلت لك مطحون. هاد ثلاثه الاعشاب، والماده الرابعه اللي هي المسك، المسك اسود سائل، يكون مسك مزيان. غتخلطيهم مع بعضياتهم. على سبيل المثال الماء غديري مثلا 50 غرام 50 غرام 50 غرام، غتخوي عليهم هذيك القريعه ديال المسك اسود وخلطيهم مزيان. خلطيهم حتى يولي بالك البخور ولا بحال كما نقولوا ولا معلك شويه، واخ ماشي ناشف، ولا معلك شويه. فهمتيني؟
بحال العسل. هذاك البخور قبل من صلاة العصر، قبل من صلاة العصر، قبل من الأذان ديال العصر. إلا أذن العصر ما ديرش البخور، غديريه غتحلي السراجم. إلا عندك هذيك لاباري ديال الدخان غتحيديها، لأن تما عندكم كيكون واحد لاباري على حساب ما الدخان. عنديش انا هنايا في ما البيت. عندك صافي مزيان. غتحلي السراجم وغادا تلقي البخور وسورة البقرة. هاد البخور هذا غيجري على الجن اللي كاين في الدار واللي مبرزطك واللي جايب السحر. كاين بزاف. ديري مزيان وغتداومي على قراءة سورة البقرة. غتحاولي تقسميها في كل 3 أيام. واخا من تفيقي مع الصباح وتصلي الصبح، حاولي تصلي في وقت وحاولي اجتهدي على هذه انا المسألة. اصلا ما كنعاش، كنصلي مع فهمتي، كنصلي الفجر شويه كنولي نصلي. شوفي مني غتصلي إن شاء الله الصبح، غتفتحي المصحف غتقسمي سورة البقرة على 3. نعطيك شنو غيوقع، نعطيك من بعد غتوقع واحد القصة عجيبة جدا. راه هاد الزوج ديالك اللي كيسحر ليك غادي يمشي عند السحار، غيقول ليه راه سحر ليها، غيقول له ودي راه درت لها السحر وما شدتش فيها. ولكن شوفي الا جدد لك راه عرفتو انا عنده التجديد. راه شوفي راه كاين تجديد باش نشرح لك ونشرح للناس. السحر كاين اللي كيتجدد تلقائيا كيما واحد المنبه، كيما بوحدو، كيما واحد المنبه. انا كنعمر مثلا الساعه باش تفيقني مع 6 ودايره يوميا تصوني عليا. كاين واحد السحر يسمى سحر الكواكب والنجوم، يتجدد بدورة الفلك، كيتجدد. كاين اللي عنده تجديد اسبوعيا، كاين اللي شهريا، كاين اللي سنويا، فهمتيني. كاين اللي محاربين معاه كيجدوا ليه يوميا، نسال الله السلامه والعافيه. الانواع هاد 3 الاسحار ما غتبقاش تجدد لك. علاش؟ لانك انت غتكوني محصنه، انت غتكوني في كنف الله تبارك وتعالى، فهمتيني. وغدعي الله تبارك وتعالى انه يوفقك لهذا البرنامج. راه البرنامج صعيب يديروا المسحور والممسوس، صعيب عليه هذا البرنامج. انا عطيتك اقوى برنامج واسهل برنامج. نتمنى يا رب، فهمتيني. غتوكلي على الله، وانا راه ان شاء الله الا وفقني الله غنولي نفتح اللايف يوميا من 9:30 حتى ل 11 تقريبا. غنولي نفتحو هكذا. انا ما كنتش كندير لايفات، دابا قررت انني غنولي ندير لايفات باش نعاون الناس، لان كاين ناس بعاد ما كيقدروش يتواصلوا الى اخره. فهمتي ليا. وغتعاودي تطلعي معايا وغتقولي الله يجازيك بخير. راني صيفط لك في الواتساب والبارح باش نتواصل معاك اييه وما جاوبتينيش. غير شوفي دابا الواتساب باش ما نكذبش عليك، الواتساب ما كنجاوبش فيه انا. علاش؟ انا كنرقي الناس، عندي ناس كيجيو من بعيد. يعني الا عطيت الوقت الواتساب الناس ما نعطيهمش وقت في الرقيه. انا دابا سهلت عليك انت، الله يسر لك، طلعتي معايا في اللايف، جاوبتك مباشره، عطيتك اقوى برنامج واحسن برنامج. مسهل عليك. وباذن الله راني غادي نقلب على سميتو، يعني باش نتواصل معاك ونسول فيك ان شاء الله كي ولات الامور باذن الله تبارك وتعالى. بداي هادشي دابا، راه قلنا سيري بدايه دابا. لا غنبداه دابا ديريه واخا باذن الله تبارك وتعالى، ورجعي لينا شنو غادي يكون ان شاء الله. شكرا بزاف، الله يخطيك.